قنديل البحر اللي بيخاف من الاطفال المصريين بصراحه عنده حق. اذكى طفل في العالم يا عم، ليه هيبته واحترامه برضه. حد امبارح بعت لي فيديو لاطفال كيوت في البحر الاحمر، حواليهم كم كبير من الاناديل الصغيره والعيال عماله تحدفهم على بعض. مش بقول لك كيوت جدا؟ قال لي يا مو مش انت قلت لنا ناخد حذرنا؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ اسمع القصه. الاناديل اللي بتنتشر في البحر الاحمر اليومين دول ده المون جيلي، القنديل القمري، واسمه العلمي اوراليا اوريتا. يا رب اكون بقول الاسم صح. شكله بيكون عامل زي الطبق المفلطح ده، عرضه من 5 ل 40 سم، بيفضل يعوم في الميه الضحله، لونه شفاف مع مسحه كده من لون الموف. اللون الموف ده عباره عن 4 غدد تناسليه عنده، بتكون موف عند الاناث وبيضه عند الذكور. مجسات القنديل ده بتكون قصيره، وركز بقى معايا عشان الكلام لسه هيحلو. الاكياس الخيطيه اللي مسؤوله عن اللدغات ضعيفه جدا، مش بتخترق جلد الانسان، يعني لو لسعك مش هتحس بحاجه. اللسعه بيكون فيها سم بس مش مؤذي لينا كبشر، ده حتى الاسيويين يا راجل بيستخدموه في الاكل والكولاجين. المهم انك لما تشوفه ما تقربهوش من بقك او عينيك، دي مناطق في وشك حساسه، مش محتاج اقول لك يعني. مالكش بقى ماسك قنديل وتقول لي برطب على وشي. طب ليه ظهر منه الكم الكبير ده في البحر الاحمر؟ حظه الوحش يا عيني عشان العيال تبهدله وتعلموا الادب. اكيد بهزر، بس لو قلنا اسباب علميه، المون جيلي فيش بيزدهر من 20 ل 30 درجه مئويه، ودي درجه حراره البحر الاحمر مع دخول الصيف. وكم سبب تاني كده زي زياده العوالق اللي هي مصدر غذائه الاساسي، رياح الصيف زي نسيم البحر الاحمر الشمالي بتجرفه على الشواطئ وهو سباحته على قده اساسا. وممكن كمان نقول قله المفترس الاول ليه وهي السلاحف، فظهورهم بالكم ده في الوقت ده طبيعي، مش تلوث ولا حاجه غير صحيه، فما تقلقوش. السؤال بقى، تعرف ايه هي فوائد الجيلي فيش للانسان؟ وايه اكتر فايده عجبتك؟ اكتبوا لي في التعليقات.